السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبايبي في كل مكان. أنا كنت مراهن نفسي بقول إن الناس ديت عمرها بمنظر الشغل اللي أنا شايفه ده واللي أنا عامله ده إنها عمرهم ما هيخلصوا في الصيف. لكن أنا عايز أقول لكم إن أنا من أول إمبارح معدي من هنا وكان الرهان على نفسي ما زال قائم. النهارده أنا ما كنتش ناوي أصور الفيديو ده، لكن اللي شفت الشغل اللي وصلوا ليه النهارده في من أول إمبارح تغيير غريب الشكل في الاعمال في الكورنيش بجد، لدرجه ان انا قلت لا ده هيخلصوا قبل الميعاد قبل الصيف بجد والله. ليه بقى؟ هقول لكم. انا صلوا على النبي. اولا كان كل اللي فات ده بيأسسوا حاجات في الارضيه وبيأسسوا خرسانات وبيأسسوا كابلات وبيأسسوا سباكه وبيأسسوا كهرباء، بيأسسوا حاجات كتير جدا وبيصبوا خرسانات في البحر من تحت في عرض البحر. النهارده طلعوا خطوه لفوق. الخطوه لفوق ديت انجزوا في الشغل الظاهر مسافه كبيره جدا. هتشوف بعينك دلوقتي حالا. يعني انت يمكن التغيير ملحوظ. التغيير ملحوظ هنا. التغيير ملحوظ. فرشوا كتير، فردوا كتير، الدنيا نضفت اكتر، وسعت اكتر. في السنه تحت على البحر كملت، في لسان كمل قدام عيني الان. الحفار وصل لاخر اللسان، يعني وصل اللسان باللسان. بيردموا المكان اللي هيتردم اللي هو البحيره. خلصوا اماكن ردنا. يعني انا عايز اقول لك الموضوع اللسان ده خلص اهو. بص كده، عايز اوريك حاجه. بص معايا، شوف الحفار التاني الاصفر قوي ده وصل اللسان التاني. بص انا معيش زوم، معلش انت ركز. قدامك حفارين، حفار في الاول هنا وحفار جوه بيحط اخر 5 متر ولا 3 متر بينه وبين الممشى التاني. الكلام اللي انا بحكيه قائم على المكان كله. وقيس عليها بقى ايه؟ قيس عليها الشغل كله. طبعا مش ما نعرفش كام شركه شغالين، بس عدد المعدات كتير جدا ما شاء الله. يعني عدد المعدات كتير جدا. عدد المعدات يعني يقول ان هم كل واحد بيشتغل في مساحه صغيره، فمش هيفتح شغله ويسيبه، مش هيسيبها ويمشي. ده اللي انا بقوله. يعني ان هو وجوده. بص كده، عايز تبص معايا كده. بص 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 بص، شوف كميه شغل جباره وقواعد وخرسانات كبيره، ويخلصوا حاجات كتير جدا. يعني هم خلصوا حاجات كتير جدا. فحتى الخرسانات اللي تحت، الكافيتريات اللي تحت والحاجات اللي تحت، بص كده معايا. بص معايا والله يا جماعه. امل من الله عز وجل ان هم يخلصوا قبل الصيف، عشان خاطر ايه؟ باب رزق الناس واكل عيش الناس، وعشان خاطر المصيف لما يجي يعرف يلاقي مكان يتنفس فيه. امل من الله عز وجل ان تبقى كده وما يبقاش فيه شر. يعني انا مش عايز يبقى فيه شر، مش عايز يبقى فيه اثناء المصيف جاي بيصيف ويستمتع يلاقي عربيات زي دي شغاله وتراب زي ده. انا جاي استجم واخرج من ضغط وقرف السنه كلها، ولا جاي امشي في وسط خرسانات وكلام من ده؟ فيا رب نأمل من الله عز وجل انها تبقى كده. هنشوف كده وصل لفين اللي انا بقوله ده. حتى هنا تعالى اوريك حاجه. تعالى معايا كده. هنا طبعا دي الكابلات اللي هي الرئيسيه معديه المكان كله، معديه بكميه كبيره جدا وكميه رهيبه جدا. هنا طبعا في كذا قطع في الطريق الرئيسي نفس الشكل ده. تعالى بقى اوريك حاجه هنا. طبعا ده اروع لوحه فنيه في البلد، مش هيجوا يمها، باقيه زي ما هي. هنا بداوا في الاسفلت. يعني هنا بدايه الطريق، هنا بداوا في الاسفلت. ف يعني ايه؟ الاسفلت على شمالك اهو متشال وبداوا فيه. يعني هنا خلصوا تحت او قربوا يخلصوا تحت. اللودر على الشمال بيردم اهوت. وهنا كمان شالوا الرصيف، بدأوا في كنسة الرصيف وهيبدأ الرصف. انت
انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ هو هيبدا الرصف هنا الا لما هو يكون اصلا قرب ينجز، مفيش معدات تقيله هتنزل تاني. ده وجهه نظري يعني، ده تحليل شخصاني مني. ولكن احنا في مصر بالدنيا ما فيش حاجه مستحيله، كل حاجه ممكن تحصل وكل حاجه تبقى متاحه ومباحه. هنا لسه ما اشتغلوش هنا نفس القوه اللي انا قلتها هناك، لكن الاساسيات كلها قربت تخلص. فالظاهر ده كله يوم ما هيخلصوا الاساسيات هيحصل زي ما حصل ورا هنا دلوقتي، زي ما حكيت لكم كده، مره واحده هيخش يردموا الليله دي كلها، وهتبص تلاقي نفسك خلاص الكورنيش خلص بكلمتين، كلمه ونص. يعني انت بص معايا كده، ركز، شوف كل الخرسانات اهي مظبوطه اهي، وفي خشب مظبوط مشدوده، ومعرفش الخشب ده جواه صب ولا لا. الخرسانات الاساسيه والاساسيات كلها خلصانه. فمجرد ما يقول لك يلا نردم، ردم الرمل ده كله وكم الرمل كلها ما تاخدش معاهم ساعتين ردم. في الحاله ديت الكورنيش خلص، والاسفلت تحت رجليا وانت سامعين صوت العربيه وانا ماشي منتهيه حرفيا، متكسره كلها متشاله. فكده يا جماعه نامل من الله عز وجل ان الموضوع يكون ايه، خلص على خير. الطريق ده مقفول من قدام بس ما اعرفش فتحوه ولا لسه. في عربيه ده مشيت هناك ايه بس وقفت تاني، بس في عربيه جايه عايز اروح اشوف فتحوه ولا لا. انا بقالي يومين 3 بقالي من هنا. بص الاسفلت كله متشال من الناحيه دي اهي، يعني هم كده بيشيلوا الاسفلتات وخلاص لا مفيش طريق، في كابلات مفروشه مفيش طريق. دي طبعا شط الهنا، وده اوسع مكان في الكورنيش في كله، اوسع حاره واوسع مكان واوسع مكان فيه خدمات واكتر مكان فيه كافيتريات. يعني كده ايه الوضع عام معايا. طبعا كميه كابلات وكميه فلوس يعني جباره، كميه كابلات وكميه فلوس جباره. ده شط هنا طبعا من عند كافيتيريا الشلال، عند المربع الانجليزي. تعالوا بقى ايه نخلع من هنا عشان نشوف ايه، اقول لكم اخر حاجه شالوها في الرصيف فين. يعني اخر حته شالوها في الرصيف في اللي هو الاعمال اللي وصلوا لها الان. اخر حته اللي انا هطلع عندها دي اللي هي عند فندق راضي واول الفيروز. اخر حته دي اتشالت. بعد كده بقى منطقه كوبري رومل، الكوبري بس هو اللي اتشال فيه التطوير اهو قدامكم. بص كده مفيش، دول دي جايين من شركه الميه. ما هو الطريق مش ماشي، ما تقولوش ان الطريق ماشي وانا اللي لفيت اللفه اللي مش حلوه دي. بص الطريق هنا اهو، ده الرصيف ده اتشال طبعا، ما كانتش اللفه كانت من يعني اليمين من ورا. دلوقتي انا جيت عدل اهو لان مفيش لفه اهيت كده. او بص الرصيف اهو، اول اخر حته دي اهي كده خلاص. كده عمليه التطوير بالنسبه لهم خلصت نهائيا. واول حاجه معموله بعد كده الكوبري نفسه، لكن لسه الفيروز ورومل وبالبحر ما شالوا فيها سنت. والتكسير اللي لو حد نزل حد شاف التكسير اللي حاصل اليومين اللي فاتوا دول، ده تكسير من بتوع الروبابيكيا اللي هم بيسرقوا الحديد، مش من الدوله نفسها نهائيا. خلاص الله المستعان، ربنا يتمها على خير ويحسن السوء يا رب، ويهدي العباد والبلاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استودعكم الله. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايكات وشير، واللي مش مشترك في القناه يفعل زر الجرس ويشترك في القناه. طبعا احنا كده خلاص وصلنا كوبري رومل اتشال طبعا في النص، بس انا معيش زوم ان انا ادور لكم عليه. لو انتم مهتمين بالمحتوى ما تنسوش رايكم في كل حاجه بنقدمها. السلام عليكم.